مساء الخير على الجميع. من يومين طلع علينا المدعو حسين مرتضى وهو يحمل مجموعة من المفاجآت الكبيرة جدا تتعلق بانتصار المقاومة في فلسطين وغزة ولبنان وجنوب لبنان وباقي أصقاع الأرض. طبعا الجديد ما يحمله حسين مرتضى اليوم هو مجموعة إشارات مرور، ولكن هي إشارات مرور خاصة بالمقاومة يا أخي. هاي الإشارات عبارة عن إشارتين الحقيقة، مثلث ودائرة. يعني طلع يكمل الأشكال الهندسية الأخ الخاصة بخالد العبود، هذاك بيحكي لك بمربعات والتاني بيحكي لك بمثلثات ودوائر. شو بقى إشارة يعني معنى كل إشارة؟ إنه هذا المثلث اللي بوزته لتحت بيعني خطر الموت، إنه الاقتراب من هي المنطقة، اقتراب الصهيوني تحديدا، مو أي حدا تاني، إذا بيقترب من هي المنطقة فهذا خطر عليه. وبعدين هي إشارة خلص صار يعرف الصهيوني، فأول ما يشوف المثلث يقول يا فكيك، بيهرب يا خيي. نحن قد المقاومة والممانعة. وهي المثلثات بقى وين ما رحت بتشوفها. الشغلة الثانية، الإشارة الثانية هي دويرة يا خي. دويرة قال هي الصاروخ القذيفة بتجي على الدبايبة. يعني هيك ما معناه، يعني دباني، هي بتجي على الدبانة. يعني حقيقة هاي الصواريخ اللي عاملها حسن نصر الله بتقتل دبان، يعني دبين. بطولات 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 بطولات، وشهداء أيضا لحسن نصر الله وللمقاومة، وإشارات مرور. لأنه ليش؟ طريق القدس مو صار مزدحم وهيك كتير، يعني في اعوجاجات وانطعاجات وأشياء، فلازم يكون في إشارات مرور لحتى توضح الطريق. لهلا ما قدر حسن نصر الله مثل ما بنعرف كلياتنا انه يشوف الطريق الاساسي اللي بيودي للقدس، الا بده يمر من طريق او من طرق فرعيه، والا بده يحط لنا مثلثات ودوائر ومربعات. حسين مرتضى بضحكته هي الشموتة الكهينة المقصودة طبعا يطلع يا خيي ما نكون قد المقاومة يا خيي. ما شاء الله على هالانتصارات العظيمة، انتصارات انتصارات انتصارات. يعني انت هون ما عم تحكي مع السوريين يا حسين، مالك عم تحكي مع ناس عزل يا حسين، مالك عم تحكي مع ناس تقدر ببساطة تطلع لهم طيارات وتقصفهم. طب لك يا حسين، وين سيد المقاومة؟ شو عم بيساوي غير هالخطابين الهزيلين؟ وينه بشارك أسدك؟ كل يوم يا حسين، والمطارات خارج الخدمة يا حسين، بسوريا يا حسين، مطار دمشق خارج الخدمة يا حسين، يا دوب ها يزبطوا فيه كذا بيصفقوه مرة تانية. تعرف شو يا حسين؟ أنا عندي إشارتين بدي هيك أهديك ياهم. هاي الإشارة يا حسين الصيصة، ما بعرف، ما بقدر بحكي لبناني، يعني صعب علي. هاي القصايصة لازم ينقصوا فيها ضوافير المقاومة والممانعة.
وانتوا اللي عم تنكشفوا، وانتوا اللي عم تنقص ضفيركم يا حسين. بس ما بدها اشارات. وفي عندك كمان، شو عندي حوالين، يلا هاي، شوف هاي يا حسين، شوف هاي يا حسين، هاي لازم تنحرق فيها دقن سيد المقاومة شعرة شعرة يا حسين. ايه يا حسين؟ مشان نشوف حقيقته. يعني احنا شايفينها، بس بلكي انت تشوفها يا حسين. بدي اقول لك على سر يا حسين بيني وبينك. السوريين والعرب والفلسطينيين نفسهم وكل الأمة المعنية بقضية القدس يا حسين صارت مجمعة إنه إذا حيكون تحرير القدس عن طريقكم يا حسين، ما حدا بده إياه. إذا بده يكون تحرير فلسطين على إيدكم يا حسين وعلى إيد المقاومة، ما حدا بده إياه. أنت ما بتعرف يا حسين إنه العرب والفلسطينيين صاروا بفضلوا الإسرائيلي عنكم، بفضل إجرامكم يا حسين، وبفضل وقاحتكم. أنت لوحدك يا حسين بهي الطلات اللي بتطلع، وجو الشماتة اللي بتعمله، وجو الكهن، هذا بحد ذاته بيقرف السوريين والعرب والفلسطينيين من انه انت تحرر القدس او محور المقاومة والممانعة تبعك. وهيك عم بيفكروا العرب. يا اخي اذا الخيار بينك وبين الاسرائيلي، كله صار يفضل الاسرائيلي يا خيي، كله. لانه شفنا اجرامكم، وللاسف يا حسين انتوا يلي عملتوا الاسرائيلي متحضر بعين الاخرين. انتوا يلي خليتوا الاسرائيلي يتباهى بانه ما قتل قد ما انتوا قتلتوا، ما اجرم قد ما انتوا اجرمتوا. عرفت شلون يا حسين؟ عرفت؟ خليها حلقة بعينك. السوريين والعرب والفلسطينيين بدهمش تحرير المقدس يا حسين عن طريقكم. بتفضلوا العرب والسوريين والفلسطينيين، بفضلوا انه تحلوا بقى، تحلوا عن سماهم يا خيي، وحاجة تاجروا فيهم يا حسين. باللحظة اللي كان ممكن حزب الله تبعك يقاتل من شان غزة مثل ما قاتل بسوريا يا حسين، صار يضرب في التايش يا خيي، ومتفق عليه مع الإسرائيلي. لعبتكم ومنعرفها يا حسين. فبقى لا بقى تسوي لي سيد المقاومة والإمام الأعظم الخامنئي وبشار الأسد المقاوم المانع. شفناه كيف قاوم ومانع يا خيي. يعني السوريين بيموتوا يا حسين تطلع تضحك يا حسين، لما انتوا بتموتوهم انت وبشار أسدك وحسن نصر الله تبعك، ولما بيضربك الإسرائيلي وبيعطل لك المطارات 500,000 مرة، هي ما بتعلق عليها يا حسين؟ ما بتشوفها يا حسين؟ فتايشتين عم تضربوهم بالخلا صاروا بطولة وانتصار. قل له لسيد المقاومة تبعك، قل له إذا النصر بده يكون عن طريقكم وتحرير المقدس بده يكون عن طريقكم، ما بدنا هالنصر. خلينا على الإسرائيلي أحسن يا خي. هيك كل الناس عم تفكر، صدقني. يلا.
سلام يا حسين. باي.